مرحبا مشاهدين الكرام، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم ان شاء الله بخير. اليوم صورت لكم شوية من حياتنا اليومية، ان شاء الله يا رب تعجبكم. وابدي يومي عندي ذن البطتين اروح اعلفهن، وبعد انتم تعرفون واحد من يطلع الصبح من البيت فيتمشى شوية بالبستان ويغير على الجو هذا الطبيعي، وإن شاء الله يا ربي اللي راح تشوفونه يعجبكم. فبديت يومي اليوم وديت أكل ذني البطات، وهاي خلص لما يكملن أكلهن أنا أقعد يمهن. حياة يعني حياة بسيطة، يعني هذا نموذج صورت لكم من حياتنا، وتعرفون انتم بعد حياة الريف. يطلع الواحد الصبح للبستان يتمشى، اللي عنده حلال يروح لي يجيب له أكل، وهاي حياتنا، يعني هاي طبيعتها، هاي البساطة. وهاي كملت، هسه بديت أسوي الغدا. عندي سمكات راح أشويهن على الحطب، وهاي بدايتي هسه. جاي هسه أحطن بالحطب حتى أشعل النار مالته وبعدين أشوي عليه. قلت أصور لكم بس أشوفكم يعني طبيعة حياتنا اللي نبديها على بساطتها. وهذا الحطب من النخل، اكو بهم يعني اغلب الناس تعرفه، بس اكو ما حد يعرفه. هذا اسمه الكرب، اللي من السعفة نقص السعفة نميلها، وبعدين هذا اللي بالنخلة تبقى نقصها، وذني السمكات مالتي الزغيرونات، مو سمكات كبار لا. فهذا له اسم عندنا، اسمه شانق واسمه زبيدي. وهاي النار مالتي اللي شعلتها هسه راح تجمر، بس انا شردت من الحرارة مالت النار، انسحبت يعني حتى التليفون مالتي حمى، لان انا اصور بالتليفون. فلما يجمرن عوفنهن تهدأ النار مالتهن، لان هسه نارهن قوية ما اقدر اوصل اشوي بيهن. لما تهدأ النار هسه جمرت النار وخليت عليها السمك، بس انا من بعيد اشمرهن بالنار، لين النار حارة ما اقدر اوصل يمها. التليفون مالتي هم يحمى، ما اقدر اصور بيه. وبعدين ارد اللي باقي الجمر اخليه فوقاهن لما ينشوى.
وهاي هسه راح اقلبهن على الصفحة الثانية. جهة من عندهن استوت، راح اقلبهن على الجهة الثانية. هاي قلبتهن، وهسه راح اردهن النوب على الجمر حتى تستوي الجهة الثانية. والشوي مالت الجمر كلش طيب، لأن من تخليها بالجمر السمكة مالتها تطلع طيبة كلش. أنا عندي غاز بس ما أحب نشوي الغاز، أحب أشوي على الحطب. لأن الجمر يمص السمكة، ياخذ الماي مالتها كله ويطلعها ناشفة، فالطعم مالتها يختلف. وهاي كملت شوي، وهسه النوب اشيلهن واروح، وان شاء الله غداكم العافية. هذه حياتي اليومية اللي اقعد من الصبح ابدأ بيها. ان شاء الله يا رب بخير والسلامة، واشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني. ولا تنسون القناة باللايك والاشتراك، ويرحمكم الله. وإن شاء الله أشوفكم بالصحة والعافية دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.